تعالي لما اقولك ازاي تعملي السينابون في البيت بطريقة سهلة وبسيطة والعجينة تبقى ناجحة معاكي جدا وهشة وطرية وعاملة زي حتة القطن او زي حتة الاسفنجة في ايديكي. شايفين منظرها ازاي من جوه؟ بجد يا جماعة كانت وهم. تعالوا بقى لما نشوف هنعملها ازاي، وكمان هنعمل الصوص اللي بينزل على السينابون من فوق بطريقة سهلة وبسيطة وطعمه في غاية الروعة. يلا بينا نشوف الجمدان ده هيتعمل ازاي. في طبق معايا هنزل بكوباية وربع من اللبن الدافي. بعد كده هننزل بمعلقتين كبار من السكر، وبعد كده هننزل بباكو من الخميرة الفورية. بعد كده هننزل بنص كيلو من الدقيق، ونحط عليهم ذرة ملح. ويلا بقى نعجن العجينة بتاعتنا. واثناء ما بعجن العجينة بيكون جنبي لبن زيادة طبعا علشان لو العجينة احتاجت للبن كمان. فانا هنا بعد ما عجنت العجينة حسيتها لسه محتاجة اللبن كمان، فهنزل بنص كوباية كمان. يعني النص كيلو من الدقيق اخد معايا كوبايتين الا حاجة بسيطة من اللبن الدافي. بعد كده نفضل نعجن كويس لغاية ما نلم العجينة. بعد ما عجننا كويس ولمينا العجينة بالشكل ده، هننزل بمعلقة كبيرة من الزبدة الطرية تكون في درجة حرارة المطبخ، وافضل اعجن لغاية ما الزبدة تختفي خالص في العجينة. هفضل اعجن لغاية ما تديني عجينة تكون متماسكة وفي نفس الوقت طرية وملمسها ناعم وملزقة، بس بتطلع من ايدي او ايدي تطلع منها بسهولة. وانا هنا هفضل اعجن في الطبق، لكن لو انت مش عارفة تعجنيها في الطبق ممكن تعجنيها على الرخامة. طبعا شايفين منظر العجينة ازاي طرية وفي نفس الوقت ملزقة، لكن ايدي بتطلع منها بسهولة، ولما نشدها كده عاملة زي الاستيك وما بتتقطعش في ايدينا. هو ده القوام المظبوط بتاع السينابون. هسيب طبعا العجينة علشان تخمر براحتها، ولو مستعجلة زي دفي الفرن شوية ودخلي الطبق ده، في خلال نص ساعة هتكون العجينة خمرت. ولغاية ما العجينة تخمر يلا بينا نعمل الصوص. في الخلاط هننزل بكوباية كبيرة من السكر البودرة وكوباية كبيرة من اللبن البودرة ومعلقة كبيرة من الزبدة و10 مثلثات من الجبنة المثلثات، اي نوع بتحبوه طبعا انزلوا ب10 مثلثات. بعد كده هنزل بربع كوباية من المية السخنة عليهم علشان خاطر نضرب كويس الكلام ده كله. طبعا انا حسيت ان هو لسه محتاج تاني فزودت شوية مية زيادة علشان اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. ويلا بقى نحضر الحشو اللي جوه العجينة او جوه السينابون. يعني عبارة عن معلقتين كبار من القرفة، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ومعلقة كبيرة من السكر. هقلبهم مع بعض وطبعا ده هيبقى الحشو بتاعنا. وبعد نص ساعة كانت العجينة خمرت بالشكل ده. يلا نفضي الهواء منها ونلمها كويس وننزل بيها على الرخامة. ولازم قبل ما ننزل بالعجينة على الرخامة نرش الرخامة كويس بالدقيق علشان العجينة متلزقش في الرخامة. وبعد كده بالنشابة هنفرد العجينة على شكل مستطيل على قد ما نقدر، يعني يكون شكل مستطيل. وفي نفس الوقت مش عايزين العجينة تبقى رفيعة، نحاول نخليها انها تبقى يعني بصوا هتشوفوا دلوقتي ازاي سمكها ما بين رفيع ما بين تخين. يعني مش عايزين نرفعها خالص ولا نخليها سميكة خالص. شايفين المنظر؟ هو ده السمك المظبوط للسينابون يعني. بعد كده معايا زبدة طرية هنزل بيها على العجينة وادهن العجينة كلها بالزبدة. بعد ما دهنا العجينة كلها بالزبدة، يلا بينا ننزل بالحشو اللي حضرناه اللي هو السكر والقرفة والكاكاو، ونوزع كويس الحشو ده في كل العجينة اللي معانا. عايزة اقول لكم ان هي العجينة اخدت كل الكمية اللي احنا حضرناها مع بعض. وبعد كده يلا بينا نلف العجينة رول، وعايزاكم انتوا بتلفوا الرول بالراحة خالص، ما تضغطوش عليها. يعني بصوا بتزقوا زق للعجينة لكن ما نضغطش عليها خالص.
بالراحة خالص ونتعامل معاها بالراحة، علشان يعني ما ينفعش ان احنا نضغط على العجينة عشان ما تهبطش مننا ولا حاجة. وبنحاول نظبط الرول زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما لفينا العجينة رول بالشكل ده، تعالوا بقى لما نشوف ازاي هنقسم العجينة دي. بلاش سكينة، لان السكينة هتخلي منظرها انتوا بتقطعوا كده تهبط منكم، فالافضل لقطع او تقطيع العجينة او الرول ده بالخيط. اي خيط عندك، خيط عادي او خيط اسنان الموجود عندك، بس طبعا لازم يكون خيط نظيف يعني. وفي صينية مدهونة بالزبدة بالشكل ده، يلا بينا نرص السينابون. وياريت تسيبوا مسافة بين كل واحدة والتانية علشان هو لسه هيخمر تاني، وطبعا برضو لما بيدخل الفرن طبعا حجمه بيزيد. عايزة اقولكم بجد كانت العجينة تحفة. وده شكل السينابون بعد ما رصيناه، هنغطيه ونسيبه علشان يخمر. وهنا كان السينابون خمر، فطبعا هندخله في الفرن على درجة حرارة 200. وطبعا كل واحدة وحسب الفرن بتاعها يعني. انا عندي دخلتها على درجة حرارة 200. بعد نص ساعة كان ده شكل السينابون وهو وسخن كده. يلا بينا ننزل بالصوص. هو طبعا الصوص انتوا شايفين هنا تقل شوية، لكن مجرد ما بينزل على السينابون وهو سخن بيطرى خالص وبيبقى سايل شوية. يعني مجرد ما هنبدأ نوزعه بالسباتولا بالشكل ده بينزل على طول وبيبقى سايح. شايفين المنظر بجد تحفة، والعجينة بجد سهلة جدا، والطريقة كلها سهلة وبسيطة. ويمكن يعني بصوا، لو كانت فيها تكلفة بس مش هتبقى زي تكلفة القطع اللي بنجيبها من بره. بجد حرام نشتري السينابون من بره، واحنا ممكن نعمله في البيت وبكمية كبيرة. يعني كمان انتوا لو قللتوا حجم القطع كانت هتديكي اكتر من كده او تديني اكتر من كده، بس انا كنت مكبرة حجم القطع بتاعت السينابون. فبجد كانت طرية وطعمها في غاية الروعة، وسهلة وبسيطة واوفر بكتير لما نجيبها من بره. طبعا هشكل شوية كده صوص من الشوكولات عندي، وعايزة اقول لكم بجد كانت رائعة. يلا قوموا اعملوها وجربوها وقولوا لي رايكم ايه. ودي كانت وصفة النهاردة. لو عجبتكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو صفحة الفيسبوك. باي باي.